بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في كومباوند لينا اللي قدامنا دي. خلاص، نبات الجميل البرتقال اللي قدامنا ده حصل فيه داي باك يعني موت تراجعي. موت تراجعي يعني النبات ابتدى يموت من فوق لتحت، الساق ابتدت تموت. طب ايه السبب؟ الداي باك بيبقى نتيجة ان انا قصيت، عملت كاتنج، قصيت وما طهرتش مكان القص بتاعي. فاللي بيحصل ان بتيجي فطريات، المفروض ان النبات بيجي بعد ما بتقصه على طول بيكون حاجة في مادة صمغية بتطلع، مادة هنا بتطلع اسمها اللاتكس. اللاتكس دي مادة بتطلع بتقفل الجرح الخاص بنبات. احيانا افرازات النبات بتبقى ضعيفة في مادة اللاتكس، يعني افرازات النبات بتبقى ضعيفة في الحتة اللي هو اتقص فيها، فبالتالي تيجي الاصابات الجراثيم الفطرية تخترق الجرح اللي انا عملته وتبتدي تموت النسيج الداخلي ده لغاية ما النبات كله يموت عندي. طب ايه الحل؟ الحل زي النبات ده كائن حي، مش كده؟ كائن حي بينمو، اي شيء بينمو هو كائن حي. ما ينفعش انا اجي صباعي ده يتعور بدون ما اطهره، ما استناش ان الجرح يقفل لوحده، لان الجرح لو قفل لوحده هيقفل على جراثيم، على اصابات فطريه. شكرا، ممكن تسبب لي اي مشكله بعد كده. النبات نفس القصه، كائن حي، قصيت اطهر. ابسط حاجه اطهر بيها هي حاجه زي النحاس المعدني، اكروبات النحاس، جلوكونات النحاس، كل دي كبريتات النحاس، كل دي مواد تطهير لازم اطهر بيها. فالموت التراجعي اللي بيبقى بالطريقه دي بيبقى سببه الاساسي هو القص في النبات بدون التطهير. بيساعده قله التغذيه، النبات دخل فيه جراثيم وهو في نفس الوقت يا عيني هزيل، ما بياخدش احتياجه في تغذيه بصوره صحيحه، فبيوصل للمراحل دي. يفضل النبات عندي محلك سر ويتراجع. طب ايه الحل؟ الحل ان انا اجي على كل الاماكن دي الناشفه واجي اجيبها من اخرها من هنا واطهر مكان الايه؟ مكان الجرح، اطهر مكان الجرح واهتم بالتغذيه. طبعا ده شيء مهم جدا.